الكفته دي كفته الجمبري، وقلت لكم انا هنزل لكم الفيديو بتاع كفته الجمبري، وانا كده عملت الكفته بتاعه الجمبري، وجاي اقول لكم الحلاوه دي طلعت معايا ازاي. بكل حاجه وبكل تفاصيلها. امشوا معايا بنفس الطريقه وبنفس التريكات هتطلعوا احلى كفته جمبري ممكن تعملوها. انا جبت الكبه بتاعتي، هاتيها وقطعي فيها بصله او بصلتين، تخريط، اي تخريط تحبيه. وبعد كده بنزل عليهم بالخضره بتاعتي، حزمه من الشبت وحزمه من الكزبره وحزمه من البقدونس، حابه تشتري البقدونس اشتريه. انا عملت حزمه من الكزبره وحزمه من الشبت، مغسولين ومتقطعين، وبدأت ان انا افرمهم في الكبة فرم كويس جدا. على ما بال ما يتفرموا احنا بقى دخلنا الفيديو وما صلناش على الرسول. يلا بقى نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. ده الجمبري اللي كنت منضفاه معاكم واشتلته لحد ما جه وقت ان انا اعمل الكفته بتاعتي، وبدات ان انا انزل بالجمبري بتاعي ده على الخضره اللي انا غسلاها ومقطعاه في الكبه والبصل وراس تقريبا من الثوم. كل ده بيتفرم وفرم كويس جدا في الكبه، وبدات ان انا انزل بيهم في الطبق بتاعي. هبتدي بقى ان انا ابهر الكلام الحلو ده، احط البهارات وكتري وبلاش تستخسري. شعار رز كتري وبلاش تستخسري. بدأت ان انا احط بقى حبة من الكمون، وحبة من الكزبرة، وحبة من الملح بتاعك حسب الرغبة، شوفي بتحبي الملح ايه، وحبة كركم، وحبة من الفلفل الأسمر، وما تكتريش الفلفل الأسمر زيادة عن اللزوم عشان ما يعملش لهلبة وحموضة. ودي البابريكا بقى، بدأت ان انا انزل بالبابريكا بتاعتي، وبدأت ان انا احط كمية بسيطة جدا من الشطة حسب الرغبة. الشطة برضو لو بتحبي الشطة او حاجة مشطشطة عادي. ولو موجود بقى بهار الكفتة بنزل بيه ببهار الكفتة. والزنجبيل، حطيت معلقة كبيرة من الزنجبيل. الزنجبيل جميل جدا ومفيد وبيدوب أي دهون موجودة في الجسم، وله فوائد كمان جميلة. عندي البقسماط بقى، بنزل من كوباية لكوباية ونص من البقسماط تبع الخليط اللي محطوط قدامك أو تبع الكمية اللي محطوطة قدامك. طبعا انتي بتخلي عينك مقدارك، شوفي هتعملي بقى نص كيلو، هتعملي كيلو جمبري، شوفي الخلطة بتاعته هتحتاج قد ايه. عندي الرز ده كنت غسلاه كويس جدا ومنشفاه وفرمته فرم كويس جدا. بوريكم قد ايه كان شكله بودر شبه الدقيق بالظبط، يعني خشن عن الدقيق حاجة بسيطة. طبعا بتغسليه وبتنشفيه، وطبعا انا عملت كده عشان ما اخدش وقت كتير في الفيديو واطول عليكم. وبدأت ان انا انزل على الكلام اللي انا عاملاه ده بالرز بتاعي، وبعجن وبشوف العجينة بتاعتي لو متماسكة وحلوة خلاص ما عادتش محتاجة رز، ما بكتفي بالرز والبقسماط بتاعي. طب لو مرقة مني وبتلزق لسه في ايديا ومحتاجة لسه، بنزل عليها برز او بقسماط. ويا ريت تكتري الرز اكتر من البقسماط عشان تمسك معاكي وتبقى كويسة، عشان لما تيجي تدخليها بقى في اي حاجة تانية، في صلصة او في شوربة او ايا كان هتدخليها، تبقى متماسكة معاكي وما تفكش. في ناس كتير بتشتكي من ان الكفتة بتفك معاها. طبعا البيكنج باودر هيفتح معاكي عجينة الكفتة ومش هيخليها مكتومة منك. هنزل بقى بمعلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وديت العجينة الطبق كان صغير عليها، غيرنا وحطينا في الصينية. بدأت ان انا انزل بقى واعجنها عجنة كويسة جدا. وبعد ما عجنتها طبعا بحط بقى شوية زيت معايا كده، وببتدي ان انا اصبع بقى ايه العجينة بتاعتي. صباع اللي انت حباه تشكليه تشكليه. وطبعا هوريكي دلوقتي لو حابه تعمليها دايره زي كفته داوود عادي مش مشكله. بس دي كفته رز بس بالجمبري، ممكن تدخليها في اي حاجه، يعني مش كفته داوود ولا حاجه، ده كفته رز بالجمبري بس. ممكن تشكليها التشكيل اللي انت عايزه، دايره، صوابع، تشكيل اللي انت حباه حبيبتي اعمليه. اللي وصل لغاية هنا ما ينسانيش بقى باشتراك عشان الفايدة تعم الجميع، وعيلتي الكبيرة الجميلة تكبر يوم بعد يوم. نصلي بقى على رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. بوريكم الصباع اهوت، بقول لكم بتصبعوها كده بالشكل اللي انت حباه. طبعا انا بوريكم دلوقتي برضو ان انا ممكن اعملها دواير لو حابه الدواير. بعك ايدي زيت بالطريقه دي وبفرش الزيت فيها،
بحيث ان انا لما اجي اصبع الكفته ما تلزقش فيه، وهي عجينتها ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم صل على النبي. مش محتاجه اي حاجه، ولا بتلزق ولا حاجه. بوريكم، بقول لكم ممكن تعملوها شكل الكوره ده وتحمروها عادي في الزيت. الله عليه. في وok بقى، او الطاسه بتاعتي على النار، زيت سخن، ببتدي ان انا احط بقى ايه الكفته بتاعتي بالطريقه دي. طبعا الكميه كانت كبيره، ما رضيتش اطول عليكم انا، بس عملت كميه بسيطه كده معاكم في الاول، وبعد كده حمرتهم، وبعد كده انا كملت الكميه بقى براحتي. كفته كان طعمها جميل، كان شكلها لذيذ، كانت متحمره جميل، كان طعمها والبهارات اللي فيها كانت خطيره. جربوها بنفس التكنيكات. الجمبري كان باين فيه بطريقه جميله جدا. ويا رب بألف هنا على كل حد وكان له نصيب واكل منها. وجربوها مش هتندموا. وقولوا لي رأيكم لما تجربوها، ايه رأيكم او وصلتوا للنتيجة ايه؟ يا ترى فكت معاكم؟ يا ترى طلعت معاكم ناجحة من اول مرة؟ ولو مشيتوا بنفس الطريقة وبنفس التكنيكات بتاعة روز، هتبقى ناجحة بفضل الله من اول مرة معاكم، زي ما ناجحة معايا كده ما شاء الله. بتدي لها الصابع اللون الوردي الاحمر الجميل ده، وببتدي ان انا اخرجها وبس كده. بدخلها بعد كده في صلصة، ممكن تعمليها مع بطاطس، ممكن تعمليها لوحدها، ممكن تعمليها بشوربة، شوية شوربة وتسويها تاني على النار. ايا كان بتحبوها بقى هي، بس ممكن تدخل في اي وصفات تانية او اي طبخات تانية. يعني مش بتفضل كده، طبعا احنا عارفين ان كفتة الرز مش بتفضل كده، لانها مش كفتة لحمة صافية او كفتة جمبري صافية. ودي كانت طريقة الكفتة بالجمبري، وده شكلها النهائي.